تخيل إنك في القرن العشرين في الأربعينيات تحديدا، وقاعد بتحلم بتصنيع آلة تفكر زي البشر. ده اللي حصل مع ألان تورين عالم الرياضيات وقتها، اللي كان عنده نفس حلمك وهو تصنيع آلة تفكر زي الإنسان. ومن خلال اختباراته اللي قام بها في معمله وحلمه إن ممكن في يوم من الأيام هنكون قادرين على تحديد إذا كانت الآلة تقدر تظهر سلوك ذكي ولا لأ. بياخدنا الزمن للخمسينيات مع عالم تاني صاحب رؤية اسمه جون ماكارثي، اللي سلط الضوء على الذكاء الاصطناعي. وهنا تم صياغته بمصطلح ال AI أو ال Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، وكان هدفه جمع ألمع العقول في مؤتمر دارتمouth وتغيير مجرى التاريخ. أما 1960 تحديدا في مختبر الذكاء الاصطناعي في معهد MIT Artificial Intelligence Laboratory، وعالم تالت اسمه مارفن مانسكي، واللي كان شغال على فهم موجات الشبكة العصبية باعتقاده بأنها مهمة لفهم تعقيدات العقل البشري. بالتوازي مع كل ده، كلود شانون وهو والد نظرية المعلومات كان بيضع الأساس للعصر الرقمي من خلال شغله على تصميم الدوائر الرقمية اللي هتفتح لنا إمكانات الذكاء الاصطناعي. وبكده تكون اتزرعت بذور الذكاء الاصطناعي. توحد أصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم لإنشاء آلات قادرة على حل المشكلات المعقدة، تعلم من البيئة، وحتى فهم المشاعر الإنسانية. النهاردة أصبح الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من حياتنا، وأحدث ثورة في الصناعات، وعامل أساسي في تشكيل المستقبل. كل حاجة بدأت بحلم لمجموعة من العلماء اللي تجرأوا على تخيل عالم يمكن الآلات إنها تفكر وتتعلم زي البشر. أشعل فضولهم وشغفهم شعلة الابتكار، ولا يزال البحث عن الذكاء الاصطناعي مصدر إلهام للأجيال القادمة. والسؤال المهم دلوقتي يا صديقي، هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية، ولا هيساهم بشكل كبير في تطوير حياة البشر للأفضل؟